خديجة صالح من السعودية، سؤالك يا خديجة. لا، مش سؤال، مداخلة عندي. أولا نبغى نعرف تفضلي الطريقة. باختصار. أتمنى على كل اللي يحب يصدقوا بأموالهم يعرفوا إنه مكان الصدقات اللي حتروح له مش مساجد وبس. الأمة مش محتاجة مساجد وبس، محتاجة ترعى الأطفال اللي المفروض توفر لهم الرعاية الصحية كانت أو العلمية عشان يكبروا ويروحوا المساجد ويطلعوا صح. هذه نقطة. النقطة الثانية إنه نبغى توعية في المدارس أكثر بإنه عدم إفساد المأكل والمشرب على الفقير قبل الغني هو مش رفاهية. فيا ريت هذه النقطتين. شكرا لك يا خديجة، أشكرك. سعد القطبي من السعودية، أخ سعد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سؤالك؟ لي مداخلة بسيطة يا أخي الكريم، لي مداخلة الله يحفظك. أحببت أنني أشير إلى كلام الدكتور وبأن أقول بأنني سعيد بأن هناك كفاءات في هذا العالم بمثل هذه الكفاءة، وأتمنى منهم أن يتركوا الرمزية الطبية وأن يتجهوا إلى علم الروحانيات ودمجها مع الطب، حيث أن الله سبحانه وتعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فمن يقرأ كتاب تيبر آل غور الحقيقة المؤلمة ومما يرى فيه من الأسباب التي جعلت الناس تأتيهم مثل هذه الأمراض في هذه الأوقات، يعلم أنه ما أفسد عليهم إلا هذا الكائن البشري بنفسه، وأن يربطوها بأشياء روحانية لتكون هناك السعادة. والفقر الذي أنتم تتكلمون عنه ليس فقرا، إنما نحن في هذه البلدان وإن أخذنا الوضع بشكل أرستقراطي لا نجعل كل شخص. شكرا لك. شكرا لك. عبد الله حفيد الجدين من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤالك؟ معك عبد الله. عليكم السلام. كل عام وانتم بخير. تفضل. والله يا اخي والله البرنامج ده جميل جدا جدا، وبرنامج انساني وشيء شرح القلب. والاخ الدكتور جزاه الله خير شرح قلبنا لما قال في مستشفى في مصر اكبر مستشفى في العالم. ده شيء مشرف بالنسبه لنا مصر دي والدنيا كلها. فلكن يعني في السودان برضه جزاه الله خير، فعندي بس وجهه نظر شويه عن السودان. فالسودان ده والله فعلا مستشفى الاطفال. شكرا لك يا اخ عبد الله، اشكرك كثير. دكتور، الان خديجة اكدت على معنى مهم جدا، هي ان الصدقات ليست فقط للمساجد ولكن يجب ان توجه الى مثل هذه المشروعات. وسعد اشار الى نقطة اخرى خاصة بسبب ان الانسان هو السبب في الضرر من خلال سلوكياته فيما يحدث. ده هو نفس الكلام اللي انا كنت بقوله. نفس الكلام اللي حضرتك قلته. احنا ايضا للاشارة لمن اراد ان يتبرع ان المستشفى مستشفى قائم على التبرعات. هناك ارقام حسابات لمن اراد ان يتبرع من اي مكان في العالم الى هذا الصرح الطبي العالمي الموجود، والارقام الان موجودة على الهواء، وايضا الموقع المستشفى على الانترنت لمن اراد ان يدخل عليه ويتعرف على الاشياء. عندي 3 اشياء. عندي تبرع للحسابات العامة، وهناك تبرع لكفالة السرير لمن اراد ان يكفل سرير، لان الاسرة محدودة وطبعا بينفق عليها مجانا. المريض لا يدفع مليم حينما يدخل المستشفى وانما بالتبرع. وهناك حساب البحث العلمي، وانا اصريت ان اخذ من الدكتور حساب البحث العلمي، وهو حساب جديد ربما يعلن عنه للمرة الاولى، حساب للبحث العلمي الذي يسهم في هذا الموضوع. على فكرة الحساب ده فيه دلوقتي 55,000 جنيه، 50,000 جنيه من دكتورة نيرة وهي أستاذة دكتورة عندنا حطت فلوس الزكاة بتاعتها، و5000 جنيه من والد الدكتورة اسمها دينا. أول 55,000 جنيه حطيناهم في الحساب وهنحط فيه الناس اللي عايزة تحط البحث العلمي. نعم. كان عندنا دكتور، أحسن دكتور في أمريكا بتاع سرطان في المخ، سرطانات المخ، اسمه مارك فيلان. الراجل ده كنا احنا بعد ما خلصنا المؤتمر فكان ماشي معانا في مركب في النيل. عارف قال لي إيه؟ قال لي انا متاسف لمصر والمسلمين على الفكره اللي انا كنت واخدها عنهم قبل كده لما جه وقعد معايا، وجي 4 مرات مصر دلوقتي يزوروا المستشفى. احنا بنجهز دلوقتي عشان نعمل بحث علمي معاهم. عايز اقول لك ايه هو البحث العلمي دلوقتي؟ لا قول لي الان باقي 3 دقائق. اقول لك في مشاريع جديده ايه بتعملوها في طب خليني اقول لك الحته دي. انا لو قلت لي من سنه السرطان هيخف كنت هقول لك لسه قدامه كتير قوي. الجينوم اللي هم عملوه ابتدوا يكتشفوا الجينات اللي بايظه في السرطان وابتدوا يوجهوا ادويه مضاده ليه مباشر. حضرتك دلوقتي بيعملوا المايكرو تشيب كده صغيره كده تحط فيها عينه الدم او الورم ب 10,000 دولار. الجينوم اتكلف 20 مليار دولار عشان يكتشفوا له واحد بس، ثمنها 10,000 دولار. هيحطوها هيكتشفوا فيها جين. اكتشفوا ان سرطان الثدي
اللي بينتشر فيه 7 جينات حصل فيهم خلل، فابتدوا يدوهم 7 ادويه وابتدوا يخفوا خالص. فبقول لك في امل كبير دلوقتي ان انت في خلال ال5 سنين الجايين ان السرطان ياخد عليه بالكامل. ده سؤال المهم، مستقبل الصراع مع السرطان. انا بقول لحضرتك النهارده انا من سنه ما كانش عندي هذا الامل، دلوقتي لما ابتدينا نخش في هذا الموضوع ابتدى يخش هذا الامل. انتوا الان بتاسسوا يعني ملحقات اخرى، يعني المستشفى بتتحول الى شيء علمي منظم. حاجه جميله فوق ما حضرتك تتخيل، حاجه ادميه مش بس للمرضى اللي جواها واسرهم. انا لولا ان انا مش متعود امدح في حاجه، بس هو ليه ما تمدحش؟ هو ليه مش متعود؟ هو ليه مش متعود؟ احنا نعودنا يعني تجربه المستشفى الحقيقه تجربه بتبعث على الامل العالي جدا جدا في مش عايز امدح. طيب ما تمدحش يا احمد، بس يعني المجال يكون للناس للذهاب لزياره هذا المكان والشعور بالامل. المستشفى دي وراها مجلس اداره محترم قوي وما بيظهرش ومحدش شايفه، ناس محترمه قوي ومش عايزين يقولوا هم مين. المشاريع الجديده بتاعتهم بنعمل مستشفى في طنطا، اطقم التدريبيه الكامله دلوقتي من الممرضات والصيادله ابتدوا يتدربوا في المستشفى. هنفتح مستشفى 40 سرير، وتمهيدا ان احنا بعد 2 أو 3 ان شاء الله نفتح مستشفى ثانيه في الصعيد، وهتبقى كلها تحت اداره 57 واللي هيديرها ابناء البلد اللي هم عايشين فيه، هيتدربوا عندنا بالسيستم بتاع الكمبيوتر عندنا. هيبقى التخاطب عن بعد، العمليات هتشاهد وهتتعمل، التدريب اليومي هيبقى بيننا وبينهم على طول بالتالي ميديسن او الان برضه في نقطه مهمه انت قلت لي عليها، علاقتهم بالمستشفيات العالميه التي في نفس الموضوع، وادخال المستشفى ضمن اهم المستشفيات في العالم. في مستشفى مهمه قوي في العالم اسمها سان جو، ده المدراس بتاع سرطان الاطفال في العالم، بناها واحد لبناني من زمان اسمه داني توماس. الراجل ده عملها والعيانين كلهم يتعالجوا فيها ببلاش، واحنا خدنا منه الفكره. وهم بيساعدونا من زمان قوي، مش عايزين مننا حاجه، ساعدونا قوي، ساعدونا نبني مستشفى. دلوقتي بنشتغل مع هارفارد في امريكا في بوسطن شيلدرن هوسبيتال، بنشتغل مع مستشفى اسمها جريت اورمان ستريت في انجلترا، وبنفتح علاقات مع مستشفيات ثانيه لسه فاتحين مع اوهايو وجون هوبكنز. مش بس في علوم الطب، في علوم الرعايه الصحيه عامه. الرعايه الصحيه حاجات كتيره. بتسالني عن مشاريع طنطا، بنعمل دلوقتي جنبينا فندق للعيانين الغلابه اللي جايين من الاقاليم والارياف والدول العربيه، لان هم ما بيبقاش عندهم مقدره ان هم يروحوا وياخدوا العلاج كل يوم، ودي هتزود لسعه المستشفى تقريبا هي كمان 80 سرير. لان العيانين اللي بياخدوا علاج خارجي المستشفى فيها 185 سرير، احنا بندي كل يوم 600 عيان في العياده الخارجيه وبيروحوا بيوتهم. فبدل ما يروحوا بلدهم بيناموا في الفندق ده ببلاش خالص، وبياكلوا ويشربوا ويناموا ببلاش. وحته الارض دي الحقيقه تبرعت لنا بيها مدام سوزان مبارك جنب المستشفى. انت من سنه قلت لي انك عندك امل انك تاخد قطعه ارض وتبني عليها حاجه، وبعدين من يومين قلت لي انكم خدتوها وهتبنوا عليها مركز معلومات او هي مركز تدريب للعلوم الطبيه اللي هي تمريض، علوم الاداريه بتاعت الرعايه الصحيه، مدرسه للفنيين، وفي نفس الوقت مركز للابحاث. كل ده على مستوى عالمي. بس دولت هيتم تمويلهم بداية دلوقتي. في واحد هيبتدي رجل اعمال يبتدي المرحله فيها الاولانيه. اشكرك كثير. الوقت انتهى. كما اشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، داعيا الله الا يصيب اي من ابنائكم بهذا المرض اللعين.